مساء الفل الناس الكل في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية. لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. المواجهة الكبيرة في هذه الأوقات بين ريال مدريد ضد ريال سوسيداد. من خلف الميكروفون أنقل أنا رؤوف خليف أحداث هذه المباراة لكم. إبراهيمي خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. كرة على الجانب وتخرج الكرة إلى رمي التماس. يرسلها عند القائم البعيد. فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. ماتي. ريال مدريد رائع في الجانب الدفاعي بعد تقديمه أداء صلبا في آخر 5 مباريات. وترجع الكرة إلى الحارس. مباراة بيضاء في النتيجة والفرص. كينان ويمنحهم ركلة حرة. يخرج الحكم الورقة الصفراء. قرار سليم. كرة على الرواق. رودي انطلاقة رائعة من على اليمين. كينان تمريرة بذكاء. مرت الكرة بشكل لطيف. كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. كرة جميلة. مرت الكرة. يقوم بتصويب الكرة بقوة. كرة هدف. جول. أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف. كانت رائعة. الريال سوسيداد يتقدم بهدف نظيف. تقدم مستحق في الحقيقة. يلعبوها للأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة. كرة طولية إلى الأمام. يلعب كرة بينية. يحاول أن يلعبها بينية. يحاول فك دفاعات المنافس. يحاول تمريرها عبر الدفاع. محاولة جيدة وينتهي الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، الأداء ليس مقنع وبإمكانهم تقديم أفضل من ذلك. يجب عليهم التركيز وعدم التسرع. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. ريال مدريد يجب أن لا يندفع كل الاندفاع خوفا من الخسارة. بكل تأكيد مطلوب منه التقدم إلى الأمام للتعديل، لكن مع الحرص لأن المنافس قوي جدا في الهجمات المرتدة. يلعبها بينية أرضية. لا يمكنه إهدارها من هنا. لعبة جميلة إلى المنطقة.
سيلفا يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول لعب كرة بينية غدارة، فرصة خطيرة، أبعد الكرة، أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. كان هذا في غاية الروعة، وكأنه لا يحق له الاقتراب من هناك. يا له من إنقاذ متميز. تذهب إلى خارج الملعب. توزيع على الرواق، تمكن من تمريرها إلى كينان. يصمد الدفاع بكل إقناع. ريال مدريد لا يستخدم دكة اللاعبين. إمكانية التصويب، يواصل الحارس تألقه، أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تعرض للشد وحصل على ركلة حرة. لم يتبقى الكثير من الوقت على النهاية. بعد بداية لم يعرف فيها النادي تعمل خسارة، يبدو أنه سيتذوق اليوم المرارة. قد لا تحسم المباراة إلا بالنهاية، لكن عودة الفريق صعبة للغاية في هذا الوقت من المباراة. تسديدة قوية، كانت لعبة رائعة إلى داخل المنطقة. الدقة مطلوبة في تنفيذ الكرة. فيرتو يلعبها قصيرة. ها هي التسديدة، لم يخاطر على الإطلاق. يلعب كرة بينية. إيدير صمام الأمان وتنطلق صافرة نهاية المباراة. غاب عليهم الحظ في بعض اللحظات الحاسمة من المباراة.